من قبل ما يبقى في حاجة اسمها تاريخ كان في حاجة اسمها مصر، بس ما كانتش مصر اللي احنا نعرفها دلوقتي، كانت مقسومة نصين. الجنوب كان اسمه مصر العليا، والشمال كان اسمه مصر السفلى، وكل واحدة فيهم ليها جيش وملك وتاج وحكاية وحروب بين الاتنين ما بتخلصش. في يوم من الأيام ظهر واحد ما كانش حد زيه، ملك من الجنوب، بس عينه كانت على حاجة أكبر، كان عايز يوحد الأرض، كان عايز يعمل مصر واحدة، اسم واحد وتاج واحد. لكن وسط الفوضى دي ظهر اسم قرر يغير شكل التاريخ، اسم محفور على حجر من 50 قرن، اسم أول ملك وحد مصر وخلق أول دولة مركزية في التاريخ البشري. الاسم ده هو نرمر، أو زي ما اليونانيين سموه بعد كده مينا، يعني من يوحد. نرمر كان ملك من الجنوب من مدينة اسمها سيناس، قريبة من مدينة سوهاج اللي نعرفها دلوقتي. كان قائد قوي وذكي، مش بس عسكري لا سياسي كمان. شاف ان الحرب بين الشمال والجنوب هتدمر الارض، وعارف ان الحل مش في السيطرة بس، الحل في التوحيد، ان البلد تبقى كيان واحد بايد واحدة بتحكم. نرمر طلع بحملة عسكرية قوية جدا اجتاح بيها مملكة الشمال، بس ما كانش فاتح غاضب، كان بيوحد. وبعد الانتصار ده لبس التاجين، التاج الابيض تاج الجنوب، والتاج الاحمر تاج الشمال، واتخلق رمز جديد اسمه التاج المزدوج. ومن اللحظة دي اتولدت مصر لاول مرة في التاريخ. كل الكلام ده مش اسطورة، في لوحة اسمها لوحة نرمر في المتحف المصري، ومرسوم فيها نرمر بنفسه. في الوش الاول ماسك عدوه من شعره وضربه، وفي الوش التاني ماشي في موكب النصر لابس التاجين. اللوحة دي مش بتثبت وجود، دي اول وثيقة سياسية مرسومة في تاريخ البشرية، اول بيان رسمي من حاكم بيقول ان الملك على ارض مصر كلها. وبعد ما وحد القطرين بدأ نرمر ينقل العاصمة لمكان جديد سماها من نفر، ودي اللي بعد كده هتبقى منفيس. أسس إدارة ووزع السلطة، وبدأت أول أسرة حكم، بقى في حكومة ونظام ضرايب وجيش موحد. يعني مصر دخلت عصر الدولة قبل أي حضارة تانية بقرون. لحد النهاردة محدش عارف نرمر مات إزاي بالظبط، هل مات طبيعي ولا اتقتل ولا حتى اختفى. في برديات بتقول إنه مات بعد ما أسس المملكة بسنين، لكن في الغالب مات ملك وساب بعده مملكة اسمها مصر، وورث الحكم ابنه اللي جه بعده الملك حور عهد. طب ليه نرمر مهمة للدرجة دي؟ عشان ببساطة غيره مصر ما كانتش هتتوحد، ما كانش هيبقى في أهرامات ولا معابد ولا حتى علم ولا حضارة. اسم المصريين القدماء ما كانش هيبقى موجود. هو أول واحد فهم يعني إيه دولة، أول واحد استخدم الرمزية في الحكم، أول واحد حط حجر الأساس لحضارة عمرها آلاف السنين. نرمر مش مجرد تمثال ولا اسم على حجر، نرمر هو اللي كتب أول صفحة في كتاب اسمه مصر. أنا وليد صفوت، وده برنامج كيميتاوي.